لم يصل ابنته وتسلمه وزارة التعليم رتبة مدير مدرسة. قضية جديدة تهز الرأي العام في ليبيا. وداد الشريقي خريجة كلية هندسة وطالبة طب في عمر 24 تخطف من أمام محكمة الزاوية من قبل ميليشيا الإسناد بطلب من والدها. بوحشية فظيعة تم الاعتداء على وداد بالضرب وجرها من أمام المحكمة علناً في استباحة واضحة لهيبة القانون ومؤسسات الدولة وحرس الشرطة القضائية الذين تم الاعتداء عليهم أيضاً. وداد الشريقي عانت منذ طفولتها من التعنيف الأسري جسدياً ونفسياً، تعنيف وحشي طال والدتها وأخواتها 3 أيضاً. حياة كانت تعذيب عنوانها، انتهاكات جسدية جسيمة كالجلد والربط والسجن في دورة المياه والحرمان من الطعام لأيام. قررت وداد بعدها كسر حاجز الخوف واللجوء للمحكمة لإنقاذ حياتها وحياة أمها وأخواتها. وتمكنت وداد الشريقي من الفوز ب4 قضايا جنح ضد والدها لم تنقذها من بطشه بعد أن تم الإفراج عنه بشرط التردد. وداد الشريقي أجبرت على العمل بدوام كامل والسكن في مخزن صيدلية كانت تعمل بها لسنة كاملة لتتمكن من التكفل بأمها وأخواتها الذين قامت بتهريبهم من المنزل بعد أن استعانت بالقانون لرفع قضايا ضد والدها بالنيابة عن والدتها. إسماعيل الشريقي والد وداد ومدير مدرسة بيرغنم الثانوية للبنات، وهو سجين سابق في جرائم عنف. أفرج عنه من سجن جديدة بطرابلس خلال العفو العام عام 2011. الأب المدير لم يكتفي بارتكاب جريمة في حق بناته وزوجته، وإنما تعمد تشويه سمعتهم باسم الشرف، الطريقة المبتذلة التي يغطي بها المعتدي دائما بشاعة جرمه مستغلا تعاطف المجتمع. النيابة العامة بالزاوية أصدرت أمر قبض رقم 145/2021 في حق إسماعيل الشريقي وابنه علي الشريقي أخ وداد وأكرم ودان خال الفتاة، لكنهم رفضوا تنفيذ الأمر. المجرمون طلقاء، ووداد الشريقي مختطفة منذ 31 من يناير الماضي، وهي قيد الاحتجاز التعسفي وربما تكون تحت التعذيب وخطر الموت. والأب إسماعيل الشريقي المتهم الأساسي في القضية لا يزال يشغل منصبه كمدير لمدرسة للبنات. فهل يمكن تأمين بناتنا في يد أب ذو سجل إجرامي خطير؟ ومتى ستتحرك وزارة الداخلية لتطبيق القانون؟